السلام عليكم طلاب الصف الثالث في كل مكان. يلا بينا نتكلم عن الجزء الثاني بتاع الدرس الاول. ما تنساش تتفرج على الجزء الاولاني، ولو ما اتفرجتش عليه بنصحك تتفرج عليه عشان مش تفهم كل الاحداث. ويلا بينا نشوف الدرس الثاني الجزء الثاني بيتكلم عن ايه. معاك مستر محمد علاء، ويلا بينا تعالى نعرف بقى الحياه الاقتصاديه في اثناء الحكم العثماني. احنا عرفنا الحياه السياسيه كانت عامله ازاي، اللي بيحكم الوالي واللي بيحكم الديوان واللي بيحكم الحاميه العثمانيه اللي هو الحاميه العسكريه اي حاجه، واداره الاقاليم. واحنا اتفقنا ان نظام الحكم السياسي ده كان قوي ولا ضعيف؟ كان ضعيف بسبب ايه؟ الصراع بين الوالي والديوان والحاميه العسكريه. مش بس كده، وقصر مده حكم الايه؟ الوالي. طب تعالى نعرف العثمانيين عملوا ايه في مصر في الفلوس او في الحاله الاقتصاديه. يلا بينا نعرف. الحياه الاقتصاديه هم عباره عن 3 حاجات يا معلم: لاما الزراعه، لاما الصناعه، لاما التجاره. هل بقى العثمانيين اهتموا بده؟ احب اقول لك العثمانيين ولا اهتموا بزراعه ولا اهتموا بصناعه ولا اهتموا بالتجاره. دول دمروا الزراعه ودمروا الصناعه ودمروا التجاره. يبقى زي ما احنا ما قلنا ان الحياه الاقتصاديه على يقول عندنا في مصر اثناء حكم العثمانيين كانت بايظه. دول دمروا زراعه ودمروا صناعه ودمروا تجاره. مش فاهم ليه؟ تعالى اقول لك. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده الزراعه. طب ما يلا بينا. قال لك ان الدوله العثمانيه عشان تسيطر على الزراعه عملت نظامين. اول نظام يا معلم اسمه حق الانتفاع. يبقى اول نظام اسمه حق الايه؟ الانتفاع. تاني نظام قال لك اسمه الالتزام. اسمه ايه؟ الالتزام. طب ممكن اعرف الفرق ما بينهم؟ افهمك انا. حق الانتفاع ده ان يجعل الارض الزراعيه كلها ملك للدوله العثمانيه، ملك للسلطان. مش فاهم يعني اي ارض زراعيه في الدنيا في كل اي ولايه في اي حته في مصر هي مش ملك للفلاح، دي ملك للسلطان. يعني مش بتاعه الفلاح، لا. يعني ملوش حق يبيعها، لا برضه. ملوش حق يورثها لابنائه، لا. فقال لك طبقوا نظام اسمه حق الانتفاع يجعل الارض الزراعيه ملكا للدوله العثمانيه، يعني ملك للسلطان، وان يتم تكليف الفلاح بزراعتها فقط. بزراعتها بس. يعني انت ولا تقدر تبيع محصولك ولا تقدر تبيع الارض ولا تقدر حتى تورث الارض. طب يا عم ماشي. قال لك وطبقوا نظام تاني اسمه نظام الالتزام. ايه هو نظام الالتزام ده؟ قال لك يعني بعد ما الدوله العثمانيه بدات تضعف برضه، قال لك طبقوا نظام اسمه نظام الالتزام. ايه هو بقى نظام الالتزام ده؟ قال لك تم تطبيقه مع ضعف الدوله العثمانيه، ان الدوله العثمانيه مش عارفه تجمع الضرائب من الفلاحين، فبدات تجيب فتوه كده تقول له انت الملتزم، انت اللي هتنزل على الفلاحين تجمع لنا الضرائب بتاعتنا وهتاخد نسبه. يبقى ده اسمه نظام الالتزام. تم تطبيقه امتى؟ اثناء لما كانت الدوله العثمانيه قويه؟ لا، لما كانت ضعيفه. يبقى تم تطبيقه عندما ضعفت الدوله العثمانيه في منتصف القرن ال17. طب ايه النتيجه بقى لما طبقنا نظام الالتزام؟ اقول لك انا. اصل الملتزم هياخد نسبه. ايوه، ممكن نسميها ايه؟ اتاوه. يعني ايه اتاوه؟ عافيه. اصل انا لما مؤاخذه مش هنزل اجمع فلوس الحكومه بتاعتي ومش هاخد نسبه. فاصبح الفلاح بيدفع ضرائب، واصبح الفلاح مش لا يملك الارض، الارض مش بتاعته، واصبح الفلاح كمان بيدفع اتاوه. طب بذمتك انت لو مكان الفلاح ده هتشتغل؟ لا يا تشتغل، ما هي مش ارض كده كده، مش مالي، مش هخاف عليه، صح؟ فادى ذلك تطبيق نظام الالتزام بالذات لتدهور ايه؟ الزراعه تماما. يبقى تدهورت الزراعه اثناء الحكم العثماني بسبب معاناه الفلاح من كثره الضرائب المفروضه عليه. ومش بس كده، واهمال الحكام نظم الري وحفر الترع وشق القنوات. مش فاهم ان الفلاح بدا يعاني من كتر الضرائب اللي بيدفعها ومن كتر الاتاوات اللي بيفرضها عليه الملتزم. طب مش بس كده، وان الحكام ولا بيعملوا سدود ولا بيعملوا قناطر ولا بيعملوا ترع، مش مهتمين بالري، فبالتالي المحاصيل الزراعيه هتقل، فبالتالي الارض هتبوظ، فبالتالي الزراعه كلها هتتدهور. يبقى سبب تدهور الزراعه اثناء الحكم العثماني اول حاجه تطبيق نظام الالتزام بسبب معاناه الفلاح من دفع الضرائب والاتاوات واهمال الحكام مشاريع الري. طب يا عم ماشي. تعالى نتكلم بقى عن الصناعه. قال لك ان الصناعه كانت اثناء العهد العثماني يدويه بسيطه. يعني
ايه الكلام ده؟ يا محمد انت غلطان. لا يا عم انا مش غلطان. لا اللي انا اسمعه ان الدوله العثمانيه كانت قويه وكانت متطوره. طب ما انا عارف. انا بقول لك ده في الدوله العثمانيه في تركيا في الاستان مش في مصر. ليه؟ مش انا قلت لك ان الدوله العثمانيه فرضت على مصر عزله حضاريه؟ بيقول لك فرضتها يعني بعدتها عن اي تطور؟ ايوه. ان الصناعه كانت متدهوره. طب ليه كانت متدهوره؟ بسبب تدهور الزراعه. العلاقه يا عم انا بطلع المحصول بدخله المصنع بيطلع لي منتج، فبالتالي مفيش محصول فبالتالي مفيش صناعه. يبقى اول حاجه بسبب تدهور الزراعه. مش بس كده، وارسال امهر العمال او الصناع للاستانه. مش هتبقوا هنا في مصر. ليه؟ انا عايزك في بلدي، عايزك تنظف بلدي، عايزك تطور بلدي. عشان كده قلت لك ان الدوله العثمانيه دوله محتله، مش دوله قال لك عندنا مش فتح عثماني. ما كده كده مصر كانت مسلمه. مصر كانت مسلمه ايام المماليك، والعثمانيين مسلمين. هتقولي ايه ده مسلمين بيحاربوا مسلمين؟ دي مصالح سياسيه بعيده عن الدين تماما، عشان بس تبقى انت فاهم وواعي. ما مسلم يحارب مسلم في المصلحه السياسيه بس. غلط، معروف ان هو غلط. يبقى تاني تدهورت الصناعه في مصر اثناء الحكم العثماني. ليه؟ بسبب تدهور الزراعه. تدهور الزراعه بس، وارسال امهر الصناع الى ايه؟ الى الاستان اللي هي عاصمه الدوله العثمانيه. فايه النتيجه؟ لما ما فيش زراعه وما فيش عمال يشتغلوا اصبحت الصناعه يدويه رديئه بسيطه. يبقى النتيجه ان الصناعات في مصر اصبحت يدويه بسيطه وكانت الصناعه رديئه بايظه. طب يا عم ماشي، تعال نكمل. ثالثا التجاره. بما تفسر التجاره. طيب يا عم احنا قلنا الزراعه بايظه والصناعه بايظه، هل التجاره ايه نظامها؟ ما يا ابني اكيد بايظه. طب ليه بايظه؟ صلى على النبي. انا مش بجيب محصول، مش المفروض اصدره بره؟ ايوه. طب الحمد لله مفيش محصول، يبقى مفيش تجاره. بالظبط كده. فوقك من دي. في منتج انا بصنعه؟ لا. طب هل انا هعرف اصدره؟ ما مفيش منتج اصلا. يبقى اول حاجه تدهورت التجاره الخارجيه وتدهورت التجاره الداخليه. طب تعال نعرف ليه تدهورت التجاره الداخليه الاول، وتعال نعرف ليه تدهورت التجاره الخارجيه. تدهورت التجاره الداخليه ليه؟ بسبب تدهور الزراعه والصناعه وافتقاد الامن واهمال الطرق البريه وغارات البدو المتلاحقه. مش فاهم؟ ما فيش زراعه ما فيش صناعه يعني ما فيش منتج ابيعه. طب دي مفهومه. افتقاد الامن، كان في ثورات برضه، ما الناس جعانه، هي بسبب افتقاد الامن. مش بس كده، واهمال الطرق البريه. ما كانوش بيعملوا طرق بريه للتجاره، فلما كان التاجر يمشي بالبضاعه بتاعته كان يطلع عليه اهل البدو اللي هم اصلا ما لهمش مكان يعيشوا فيه، كانوا عايشين على السرقه حرفيا. فيفترض لك اهمال الطرق البريه وغارات البدو المتلاحقه، ان البدو كانوا بيسرقوا التجاره، كانوا بيسرقوها. يبقى بما تفسر كثره التجاره الداخليه ليه؟ بسبب تدهور الزراعه والصناعه، افتقاد الامن، اهمال الطرق البريه وغارات البدو. ده في انه تجاره؟ ده في التجاره الداخليه. طب تمام. تعالى بقى نعرف التجاره الخارجيه. معروفه بسبب تحول طريق التجاره من الى طريق راس الرجاء الصالح. ما بقاش يعدي على مصر، بدا يعدي حوالين قاره افريقيا. ما هو التاجر الاوروبي مش غبي، هيعدي على مصر هيتسرق. طب ليه يا عم؟ طب ما انا الف حوالين القاره وما اتسرقش واوصل ببضاعتي كامله. يبقى تاني تدهورت التجاره الخارجيه ليه؟ بسبب برضه طريق راس الرجاء الصالح. خلي بالك هنا في تشابه بين الدوله المملوكيه وبين الدوله العثمانيه اللي هم حصل لهم ايه في مصر؟ الله ينور عليك، تدهور اقتصادي. اللي هو ايه؟ ان طريق راس الرجاء الصالح اذاهم في التجاره الخارجيه. ان التجاره الخارجيه كانت في ايام الدوله المملوكيه ما كانتش موجوده، وكمان كانت ضعيفه ايام امتى؟ الدوله العثمانيه، بسبب اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح ومنح الدوله العثمانيه الامتيازات الاجنبيه للدول الاوروبيه. مش فاهم؟ تعال انا اقول لك. الدوله العثمانيه تروح مع اي دوله اوروبيه او مع اي تاجر اوروبي تقول له تعالى اشتغل عندي ومش هاخد منك ضرائب. يعني مثلا انت لما تروح تشتري تيشيرت، في تيشيرت ب 100 جنيه في تيشيرت ب 500 جنيه، تسال البياع ايه الفرق ما بينهم؟ هيقول لك التيشيرت ابو 100 جنيه ده مصري والتيشيرت ابو 500 جنيه ده مستورد. طب ليه يا عم؟ الاثنين قريبين من بعض، يمكن نفس الخامه. يقول لك لا ده مستورد جاي من بره. يعني ايه جاي من بره؟ يعني مدفوع عليه جمارك، يعني الدوله اخذه حقها. صح؟ ايام الدوله العثمانيه ما كانش فيه الكلام ده. كانت الدوله العثمانيه تروح تتفق مع اي دوله اوروبيه تقول لهم تعالوا اشتغلوا عندي وتعالوا جيبوا البضاعه بتاعتكم عندي وانا مش هاخد منكم حاجه.
يبقى بسبب منح الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية للتجار الأجانب. يبقى تدهورت التجارة الخارجية بسبب تحول طريق التجارة من مصر لطريق رأس الرجاء الصالح. واحنا قلنا هنا في تشابه مع الدولة المملوكية ومنح الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. طب يا عم ماشي، تعالوا نعرف بقى تاني جزء مهم، الحياة الاجتماعية بتقول ايه؟ يلا بينا. الحياة الاجتماعية قال لك انقسم المجتمع المصري لفئتين معينين، فئة حكام، ناس عالية راقية، وناس محكوم عليها محكومين. طب مين الحكام؟ معروفة، الوالي، ومين تاني؟ المماليك. ايه ده المماليك يا عم مش انتهوا؟ لا، ما الدولة العثمانية بدأت تستعين بيهم، هم اللي عارفين دواخل البلد. يبقى فئة الحكام الناس العالية، الطبقة الارستقراطية الغنية، مين ومين؟ العثمانيين، ان هم الاتراك، اللي هو الوالي، مش بس كده، والمماليك. يبقى انقسم قال لك المجتمع المصري طبقتين، طبقة الحكام وطبقة المحكومين. طبقة الحكام تكونت من الاتراك اللي هو العثمانيين والمماليك، وطبقة المحكومين الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا. الطبقة الوسطى دي كانت طبقة قليلة قوي محدودة، تكونت من المشايخ وعلماء الازهر ورجال الدين وكبار التجار. والطبقة الدنيا الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الناس الغلابة يعني. يبقى تاني، يبقى اصبح في طبقتين، طبقة وسطى، طبقة دنيا. الطبقة الوسطى كانت محدودة يعني كانت قليلة، والطبقة الدنيا بسم الله ما شاء الله كانت ياما. الطبقة المحدودة اتكونت من المشايخ، من علماء الازهر اللي هم رجال الدين، واتكونت من كبار التجار. اما الطبقة الدنيا الناس الفقيرة البسيطة اللي هم الفلاحين الغلابة، صغار الحرفيين وعامة الناس. وقال لك وعانى الفقراء قال لك من انتشار الامراض والاوبئه، من انتشار الايه؟ الامراض والاوبئه. يبقى دي كانت الحياه الاجتماعيه. يبقى فيها كم فئه يا عم؟ فيها فئتين، حكام ومحكومين. مين هم الحكام؟ الاتراك اللي هم العثمانيين اللي هو الوالي. ومين المحكومين؟ المماليك. من ضمن فئه الحكام الاتراك والمماليك. طب المحكومين طبقه وسطى، طبقه دنيا. الطبقه الوسطى المشايخ، ومين تاني؟ ورجال الدين اللي هم مين؟ يقول لك عندنا علماء الازهر، مش بس كده، وكبار التجار. والطبقه الدنيا كونت مين؟ الفلاحين وعامه الناس وصغار الحرفيين. طب يا عم ماشي، وانتشرت الامراض والاوبئه. تمام، تعال نكمل. يلا بينا بقى نتكلم على الحياه الفكريه الثقافيه. يلا بينا. قال لك ان الحياه الفكريه الثقافيه انقسمت الحياه الفكريه في مصر اثناء الحكم العثماني قال لك بالجمود والتخلف. اتسمت اللي احنا الحمد لله وما زلنا يعني متخلفين. مش فاهم ليه يعني. يقصد يقول لك من الاخر ان الدوله العثمانيه برضه ما اهتمتش بتعليم، وان الدوله العثمانيه ما اهتمتش بفكر، ما اهتمتش باي حاجه. هي كان هممها تسرق مصر وبس. تسرق مصر ايه؟ وبس. عشان كده بيقول لك ان الحياه الفكريه الثقافيه تتسم بالجمود والتخلف. ليه؟ ان الدوله العثمانيه فرضت على مصر عزله حضاريه. يبقى تاني، اتسمت الحياه الفكريه في مصر بالجمود والتخلف. ليه؟ بما تفسر بسبب العزله الحضاريه. بسبب العزله الايه؟ الحضاريه. طب ايه النتيجه؟ ان في عزله، تدهور الحياه الفكريه وتدهور الحياه الثقافيه. هي احمد زي الحاج احمد، ما تصعبهاش على نفسك، الدنيا بسيطه. يبقى اتسمت الحياه الفكريه بالجمود والتخلف بسبب العزله الحضاريه. طب ايه النتيجه للعزله الحضاريه؟ تدهور الحياه الفكريه الثقافيه. تمام. يبقى تاني، طب ايه النتيجه بقى لما تدهورت الحياه الثقافيه الفكريه؟ اهتزاز مكانه الازهر. ليه يا عم اهتز مكانه الازهر؟ اصل اقول لك على حاجه، الدوله العثمانيه ما كانتش بتهتم بالعلوم الطبيعيه. مش فاهم، كانت بتهتم بالعلوم الدينيه بس. هي ملهاش لازمه؟ انا ما قلتش كده. العلوم الدينيه لها لازمه، علم الحديث وعلم اللغه وعلم القران وعلم الفقه، كل ده مهم. ولكن برضو انت لازم تهتم بالعلوم الثانيه زي الجغرافيا، التاريخ، الفلسفه، زي مثلا الطب، الكيمياء، الصيدله. الدوله العثمانيه ما كانتش بتهتم بالعلوم دي اصلا. فعشان كده بيقول لك ترتب على ذلك اهتزت مكانه الازهر، واصبح بس الناس بتتعلم العلوم الشرعيه اللي هي العلوم الدينيه بس، واهملوا العلوم العقليه زي مثلا علوم الرياضه مش بيتعلموها،
علم الكيمياء مش بيتعلموه، علم الفيزياء مش بيتعلموه، ولا رياضه ولا كيمياء ولا حتى يا عم فيزياء. عشان كده يبقى اهتزت مكانه الازهر واقتصر التعليم على ايه؟ على العلوم الشرعيه بس. ويقول لك العلوم الدينيه ما كانش فيه اي علوم عقليه. قال لك وتدهور الحياه الادبيه، مفيش شعر، ما اصبح حد ما بيقولش شعر. ومش بس كده، وانتشر الجهل والتخلف والخرافات والدجل والشعوذه. ما اكيد طبعا مفيش اي علم يعني في جهل، ولما يبقى في جهل تلاقي خرافات، ولما تلاقي في خرافات تلاقي دجل وشعوذه، سحر بقى واعمال. يبقى تاني الحاله الفكريه والثقافيه اثناء الدوله العثمانيه كانت مالها؟ كانت متدهوره. طب ليه؟ بسبب العزله الحضاريه. طب هو ليه كان ايه النتيجه بتاعت العزله الحضاريه؟ تدهور الحياه الثقافيه الفكريه. طب لو جالي سؤال قال لك هي ليه كانت ايه النتيجه بقى لما اتدهورت؟ هتقول لي بكل بساطه النتيجه اهتزاز مكانه الازهر، واصبحنا بنتعلم علوم شرعيه بس، علوم شرعيه بس، واهمال العلوم العقليه، وتدهور الحياه الادبيه، وانتشار الجهل والدجل والشعوذه. كده يكون الدرس بتاعنا خلص. وطالما احنا بدأنا السنه صح، انا عايزك تبقى مركز معايا كويس جدا. انا يا عم هشرح معاك الترم كله، جغرافيا بتاريخ. يعني انا هدخلك باذن الله الامتحان وانت مطمن. ولو انت كنت بتتابعني من الفتره اللي فاتت، انا الحمد لله والحمد لله حصص ليله الامتحان سواء بتاعت اولى اعدادي او ثالثه اعدادي جه الحمد لله معظمها من ليله الامتحان. كان نص الامتحان منها، انا مش بتكلم من فراغ. جيب الامتحان بتاع السنه اللي فاتت وجيب فيديوهات المراجعه بتاعتي، هتلاقي منها بنسبه كبيره قوي في الامتحان. طب هل انت يا مستر محمد معانا هتشرح بس؟ لا يا عم انا مش هشرح بس، الشرح على فكره ملوش اي لازمه من غير الحل. انا كمان هحل معاك. انا هحل معاك دلوقتي تدريبات الدرس وهديك واجب. المطلوب منك تقول لي الاجابات في الكومنت وانا هرد عليك بنفسي باذن الله. ولو في اي مشكله خد رقمي هسيبه لك تحت في الديسكربشن. في جزئيه مش فاهمها، في حاجه عايز تستفسر عليها، تمام، الواحد بيعامل ربنا مش اكتر. كل الفيديوهات دي لوجه الله. بحبكم في الله. مستر محمد علاء معاكم لاخر نفس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.